أكون ممنون يا خليل أفندي لو بلغت العيانين إن أنا ممكن أتأخر النهاردة ساعة عن العيادة. هذه هي فقرة من فيلم أبيض وأسود قديم، والدراما القديمة كان فيها الأخلاقيات أكثر من وجهة نظري الشخصية أكثر مما هو متواجد اليوم. وعندما يقال بأن الدراما هي أو الإعلام تحديدا هو المحرك لفكر الشعوب، ويعني وجود عمل درامي متميز يذكي الأخلاق، يحث على رفع الروح الوطنية، أو أن يكافح جريمة أو يحد منها، هذا هو المأمول دوما من الإعلام ومن الدراما بصفة عامة. مرت الدراما المصرية بالكثير من المراحل، ففي حقب ما كانت الدراما تهتم بالشق المتعلق بالكوميديا وغير ذلك، انتقلت في مرحلة ما لمرحلة المخدرات أو الجريمة في حقبة أو 10 سنوات تحديدا. للأسف الشديد في العصر الحالي انتشر مفهوم البلطجة أو الفهلوة، وأنها مترادف بديل عن الأخلاق الحميدة التي نتمنى أن تتواجد في الدراما. القيادة السياسية أكدت كثيرا على أن وعي المواطن هو المحرك الأساسي، وأن الرهان هنا على الوعي، لأن يستقي المواطن معلوماته من مصادر موثوقة، وحتى ما يتناوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو استقاء الأخبار أو متابعة دراما أو غيرها يأتي من مصادر موثوقة. على سبيل المثال، عندما يقال بأن الكثير من الأعمال الدرامية التي كنا نتابعها ولا زلنا بشوق كبير، مثل الأعمال المتعلقة بالجاسوسية أو الأعمال المتعلقة بكفاءة الأجهزة المصرية في يعني الحروب المختلفة، مسلسلات مثل رأفت الهجان والحفار ودموع في عيون وقحة وغيرها من الأعمال الدرامية، زكت كثيرا روح الوطنية لدى المواطنين، وأعلمتهم بما يدور أو جزء مما يدور من ملفات المخابرات العامة المصرية. مسلسل الاختيار على سبيل المثال بأجزائه المختلفة أعطى صورة عن التضحيات التي تقوم بها القوات المسلحة في يعني مواطن مختلفة وأعمال جليلة كثيرة. لكن المتأمل بأن هناك أعمال بطولية تفوق أضعاف 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 ما ينتج، والأمل يحدونا من خلال الأجهزة المعنية، سواء كانت يعني إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي، حتى القطاع الخاص لو أن لديه ملاءة وقدرة أن يدعم الدراما التي تبني ولا تهدم، التي تحث على الأخلاق وتحث على الفضيلة، التي تعمق روح الانتماء لدى المواطن المصري وتعلمهم أن لدينا القدوة، لدينا النماذج المتميزة التي يمكن أن يحتذي بها الشاب، بعيدا عما يروج في بعض الأحيان من أن الفهلوة هي طريق إلى النماء، أو الفهلوة هي الطريق إلى يعني إلى الحصول على أموال وغير ذلك. وللأسف الشديد تعميق صورة أن النصاب والفهلوي هو النموذج هو من الأشياء التي نتمنى أن تحد الدراما منها، وأن نعمق صورة الجمال والفضيلة والأخلاق الحميدة.